أنا أمشي في الطريق عطشان، أشرفت على الهلاك، أريد ماء. إجوا لي جماعة كل واحد جاب لي ماء. هذا الماء جابه واحد سلفي غترة حمراء، وهذا الماء جابه واحد خليني أجيبه أشعري، وهذا الماء جابه واحد شيعي. سألت أنا ذول الجماعة الثلاثة، قلت لهم هذا الماء ماذا تقولون عنه؟ الأشعري قال لي هذا الماء طيب وعذب وفرات وفيه الشفاء والعافية. أردت أن أشرب من عنده، السلفي قال لا تشرب، قال هذا الماء مسموم. وضعته. أنت أيها الشيعي ماذا تقول؟ قال هذا الماء ليس طيبا. طيب خلي على صفحة. هذا الماء أيها السلفي ماذا تقول؟ غترة حمراء. قال هذا الماء ماكو مثله في الحياة الدنيا، هذا الماء ألذ ما يكون، اشرب بالعافية. ردت أشرب، صاح الأشعري قال لا تشرب. قلت له ليش؟ قال مسموم، ماء آجن. أنت شو تقول الشيعي؟ قال نفس الشيء. خليته على صفحة. الماء الثالث قبل لا أشربه قلت خليني أسأل ماذا تقولون عن الماء الثالث؟ الشيعي قال أحسن ماء يوردك إلى العافية. أنت شو تقول يا سلفي؟ قال فيه العافية. أنت تقول يا أشعري؟ قال فيه العافية. الآن أي ماء أشربه؟ هذه ما تحتاج تدرس نظرية فيثاغورس، ولا تحتاج تدرس فلسفة، ولا تحتاج تدرس أي ماء أشربه. هل هنالك شك؟ أشرب هذا الماء. لماذا؟ لأن هذا وهذا وهذا كلهم اتفقوا عليه. هذا العقل يقول هالشكل، المنطق يقول هالشكل. الآن أنت تقول أن عليا عليه السلام يدخلك إلى الجنة، هذا أنت منه السلفي، والأشعري يقول نفس كلامك، وكل واحد في المسلمين يقول نفس كلامك. فإذا علي اطمئنان. أما الأسماء الأخرى اللي ذكرتها أنت تقول أنها تدخل الجنة، أنا لا أقول ذلك، أنا لا أجامل في ديني، لا أقول ذلك، لسنا متفقين. الاسم الآخر لسنا متفقين، أنت تقول. أما هذا الاسم نحن متفقون عليه، نحن متفقون عليه. هكذا يكون الاطمئنان، هكذا يكون الاعتقاد، هكذا تكون السكينة، هكذا يكون راحة البال. لماذا؟ كلكم مجمعون على أن اتباع آل محمد عليهم السلام يدخل إلى الجنة، فلماذا أرهق نفسي وأذهب يمينا وشمالا؟ هؤلاء أضعهم جانبا، وهذا اطمئنان يقين 100% مليون بالمئة، لأنكم بأجمعكم اتفقتم عليه. هذا الذي نقوله.